الحكاية دي حصلت في العراق في بداية الثمانينات. حكاية شاب بسيط كان بيشتغل موظف في الحكومة، فقرر انه هيتجوز ويستقر. اتجوز وكان عايش حياة هادية ومستقرة مع زوجته. بعد حوالي سنة ونص من الجواز ربنا رزقهم ببنت. كان فرحان بيها جدا لانها اول مولودة ليه وكان بيحبها، بس هو من جواه كان نفسه يخلف الولد. بعدها زوجته خلفت بنت تانية، وطبعا المرة دي مفرحش بيها وزعل جدا لانه كان نفسه المرة دي يكون ولد. الشاب ده كره البيت وكره زوجته، وزوجته لاحظت عليه انه حزين وزعلان، بس هي ما كانش بايدها اي حاجة، فقررت انها هتحمل مرة كمان، يمكن المرة دي ربنا يرزقهم بالولد. وبالفعل حملت، والمرة دي كمان جابت بنت. كده بقى معاهم 3 بنات، وطبعا البيت كان متوتر وكان الزوج حزين، لا طايق البنات ولا طايق زوجته. فزوجته حملت مرة رابعة، والمرة دي كمان جابت البنت الرابعة. طبعا الزوج كان حزين وكان مش طايق البيت ولا كان بيحب يقعد في البيت خالص، ففتح محل قطع غيار سيارات، وكان دايما قاعد في المحل، يرجع من شغله يتغدى ويطلع على طول على المحل، واحيانا كان بيطلع من شغله على المحل على طول ويرجع البيت اخر اليوم ينام. ما كانش بيحب لا يقعد مع زوجته ولا مع بناته. وضعه ده ما كانش عاجب زوجته، وما كانتش عارفة تعمل ايه علشان تراضيه، فقررت انها هتحمل للمرة الخامسة، لعل وعسى المرة دي تجيب له الولد. وبالفعل حملت، فراحت لزوجها وقالت له انا حامل علشان اجيب لك الولد. قال لها طيب لو جات بنت؟ قالت له انا ما خليتش حاجه الا وعملتها علشان ارضيك، بس انا ما فيش اي حاجه بايدي، بس انا بخيرك، لو عايز تطلقني طلقني، ولو عايز تسيبني اربي بناتي انا موافقه، ولو عايز تسيبني وتروح انت حر، المهم انك ما تتجوزش عليا. الولادة قربت، فراح الراجل ده لزوجته وقال لها يا فلانة ايه قلتي؟ قالت له والله انا خيرتك وانت تختار. قال لها لا، انا اللي هخيرك، ان جا ولد تمام، بس لو جت بنت يا اما هطلقك يا اما هتجوز عليكي، يا اما هتخلص من البنت دي وارميها في الشارع، انا مش عاوزها. قالت له خير ان شاء الله. ولدت وجابت البنت الخامسة، وهو كان معاها في المستشفى. اول ما عرف انها خلفت بنت كمان راح سابها هي وبنتها في المستشفى ومشي. زوجته قعدت يومين في المستشفى، بعدها خرجت ورجعت على البيت. كان معاها امها، وكانت امها شايلة البنت المولودة. اول ما شافهم داخلين البيت قال لهم الله لا يحييكم انتوا ولا اللي جايبينها معاكم. زوجته قالت له استعيذ بالله من الشيطان يا ابني، دي زوجتك وام بناتك ودي بنتك عطية من رب العالمين، انت ما تعرفش الخير فين. شخط فيها وقال لها اطلعي بره، انتي اول حاجة يا عجوز السوق، اطلعي بره بيتي انتي وبنتك دي اللي ما بتجيبش الا بنات. فضلت زوجته تبكي، فراح وقال لها انا مش خيرتك، يلا انا مستني اعرف هتختاري ايه. قالت له والله لو اخترت الطلاق بناتي هيضيعوا، ولو انت تتجوز عليا دي انا مقدرش عليها، وانك ترمي بنتك في الشارع دي افعال الجاهلية، بس تعرف هي بنتك وانت حر فيها، خدها ارميها. هي قالت له كده علشان كانت فاكرة انه مش هيقدر يرمي بنته، وانه بيقول لها كده علشان بس يهددها. وفي يوم الراجل ده قام علشان يروح يصلي الفجر، وهو رايح للمسجد أخد البنت دي معاه وقرر إنه يرميها على باب المسجد. وبالفعل راح قبل الناس ما يروحوا للمسجد وحط البنت على الباب وقال أهو اللي هيلاقي البنت دي هياخدها وهيربيها، أنا مش طايقها ومش عايز بنات تاني. ودخل علشان يصلي وقعد في آخر صف مع المصلين علشان يقدر يشوف مين اللي هياخد البنت دي. الناس ابتدوا يروحوا على المسجد، والبنت فضلت تبكي والناس شافوها، بس مفيش حد كان عاوز ياخدها. هو خلص صلاته وشافهم ومشي على البيت، وقال في نفسه أكيد حد هيجي وهياخدها. رجع لبيته، واليوم ده قرر إنه مش هيروح لشغله، وعلى الظهر كده راح على المسجد علشان يصلي الظهر، علشان كمان يعرف مين اللي أخد البنت. ولما راح للمسجد لقى إمام المسجد أخد البنت ودخلها للمسجد من الحر. إمام المسجد فضل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مين يا جماعة الخير يتكفل بالبنت المسكينة دي؟ يا ناس مين ياخدها ويربيها؟ مين يعمل خير في البنت الغلبانة دي؟ بس مفيش حد قال له أنا، لحد ما الناس خلصوا صلاة وابتدوا يروحوا. فراح الراجل ده للإمام وقال له يا شيخ أنا هاخدها، أنا هربيها. الشيخ فرح جدا وقال له جزاك الله كل خير، الله يبيض وجهك وربنا يتقبل عملك. فأخدها ورجع على البيت ورماها على أمها وقال لها خدي أهي بنتك دي، علة رميتها في الشارع وبرضه رجعت لي تاني علشان تعرفي إنها نكد وفقر. قالت له الحمد لله.
الشخص ده بيكره خلفة البنات، وأخينا طلع متجوز على زوجته من ساعة ما خلفت تاني بنت، وهو بيعمل كل ده علشان يضغط على زوجته علشان هي اللي تقوله روح واتجوز اللي تجيب لك الولد وتبقى جت من عندها. بس طبعا الزوجة ما عملتش كده، فراح هو واتجوز من وراها وخلف 3 أولاد من الزوجة التانية. وكان بيروح عند زوجته التانية وبيقول للأولى إنه في الدكان، وفجأة حصلت في البلد حرب الكويت. الشخص ده كان موظف مدني، ولكن تم استدعائه كعسكري احتياطي في التجنيد. طلبوه فراح لزوجته وقال لها أنا رايح الحرب ومش عارف هرجع ولا لأ، فعلشان كده أنا عاوز أعترف لك بحاجة، أنا متجوز وعندي 3 أولاد. زوجته قالت له لأ أكيد أنت بتكذب عليا. قال لها والله صحيح، وأنا هروح أجيب أولادي علشان يعرفوا اخواتهم واخواتهم يعرفوهم. وفعلا راح وجاب أولاده، وزوجته الأولى ما كانتش مصدقة إنه اتجوز عليها غير أما شافت العيال. ثارت جدا وزعلت، بس ما قدرتش إنها تعمل أي حاجة لأن الموضوع خلاص بقى أمر واقع. الراجل ده راح على الحرب وتم استدعائه للجبهة علشان يشارك في الحرب. فضل يحارب والجيش اتفك ورجع تاني لبغداد، بس في بغداد رجعوه تاني للجبهة واتغلبوا في الحرب، وانتهت الحرب بين قوات التحالف والخليج والجيش اتفكك. شوية من الجيش راحوا سوريا، وشوية راحوا على مصر، وشوية راحوا للبر. أما الشخص ده فكان مع الجماعة اللي دخلوا السعودية مستسلمين، ودخلوا كلاجئين مخيمات رفحة. المشكلة انه ما كانش قادر يتواصل مع عياله وهو في المخيم، لانه لو تواصل مع عياله الجيش في بغداد هيعرف انه لسه عايش وانه استسلم وسلم نفسه للعدو كلاجئ، وبكده الجيش ممكن يعتقل عياله ويحاسبهم. ولذلك هو قرر انه ما يقولش لاي حد من اهله انه لسه على قيد الحياة، وتم اعتباره من ضمن المفقودين. فضل الشخص ده في مخيمات رفحة لمدة سنين، وبعدها المسؤولين عن المخيمات دي قالوا للناس اللي في المخيم اللي عاوز يسافر يسافر. كل اللي في المخيم سافروا، اللي راحوا أوروبا واللي راحوا لمصر واللي راحوا سوريا، والشخص ده قال أنا عاوز أروح على إيران، وبالفعل راح على إيران. عاش في إيران حياة صعبة جدا كلها فقر ومهانة ومذلة. قعد سنين على نفس الوضع، ورفض انه يعرف اي حد انه كان مشارك في الحرب، وحتى ما عرفش اي حد من اهله انه لسه عايش طول المدة دي. اولاده وبناته كبروا. زوجته الاولى كانت بتصرف على بناتها من مشغل هي فتحته في قريتهم، اما الزوجة التانية فكانت بتصرف على اولادها من المحل اللي جوزها فتحوه، والاخوات كانوا بيزوروا اخواتهم. فضلوا على الحال ده لحد عام 2003. في السنة دي سقط النظام العراقي بعد وفاة الرئيس صدام حسين، وبعد سقوط النظام الشخص ده لقاها فرصة حلوة علشان يرجع بلده، وبالفعل رجع وراح على بيته اللي فيه زوجته الأولى وبناته. خبط على الباب وفتحت له زوجته. أول ما فتحت الباب لقيته قدامها، وطبعا عرفته على طول. زوجته فرحت جدا برجوعه، وبناته فرحوا برجوع والدهم، وجم أولاده اللي كبروا وبقوا شباب علشان يسلموا على والدهم. كل قرايبهم وعيلتهم ابتدوا يجوا يسلموا عليهم، وبعد فترة جم أخوال بناته يسلموا عليه وقالوا له إنه لازم يجي عندهم ويجيب البنات ويزورهم في بلدهم اللي هي بغداد. وبالفعل الشخص ده قرر إنه يروح يزورهم، فأخد عربية وراح هو وزوجته وبناته لبغداد. في الفترة دي كان في العراق حروب كتيرة ومعارك، والدنيا كانت مش مستقرة بسبب دخول الأمريكان. وصل عند قرايبه وقعد كام يوم، بعدين استأذنهم علشان يرجع لبيته في كربلاء. هما وفي الطريق عدوا على منطقة اسمها اللطيفية. البلد دي كانت خالية تماما من السكان من شدة الضرب والحرب اللي فيها، بس هما كانوا مضطرين يعدوا عليها لأنها في طريقهم. وهما وماشيين وقفوهم في الطريق، وفجأة هما واقفين بالعربية، العربية انضربت بقذيفة. العربية اللي كانوا راكبين فيها اتفجرت. زوجته وبناته ال4 توفوا، ومفضلش غيره هو وبنته الصغيرة بس اللي عايشين. الشخص ده اتصاب بشظايا في ظهره، الإصابة كانت قوية وتسببت له بشلل رباعي. أما البنت الصغيرة فإصابتها كانت خفيفة، دخلت المستشفى وتعالجت وخرجت من المستشفى. أما والدها ففضل فترة في المستشفى، وهي اللي كانت موجودة معاه في المستشفى بتخدمه بتقومه وبتقعده بتأكله بتقوم على رعايته. وخرج معاها من المستشفى للبيت، وهي برضو اللي كانت بتقوم برعايته. قالت لنفسها أنا أبويا مش قادرة أتحمل أشوفه في الحالة دي، فراحت لإخوانها الأولاد وقالت لهم أنا دورت على علاج لوالدي وملقتش علاج غير في الهند، والعلاج هيكلف مبلغ كبير حوالي 20,000 دولار، وأنا عاوزاكم تساعدوني في المبلغ لأنكم انتوا إخواني وملناش غير بعض، وده والدنا ولازم نعالجه. إخواتها رفضوا وقالوا لها احنا هنجيبلك منين المبلغ ده، احنا ما معناش فلوس
علشان نعالج بيها والدك. قالت لهم طب انا اعمل ايه؟ انتوا لازم تساعدوني، تعالوا نبيع البيت اللي انتوا قاعدين فيه وتعالوا عيشوا معايا في البيت اللي انا فيه ونعالج بفلوس البيت ابونا. اخوانها رفضوا وقالوا لها احنا مش هنبيع حاجة ومش هنعالج ابوكي ولا احنا مسؤولين عنه، خليه يقعد زيه زي غيره. البنت رفضت وقالت انا مستحيل اسيب ابويا يتألم. كانت مخطوبة لابن خالتها، فسخت الخطوبة علشان تقعد تخدم ابوها. حتى الجامعة رفضت انها تقدم في الجامعة وتكمل تعليمها علشان تقعد مع والدها. بعد وفاة أمها وإخواتها لقيت في حساب باسم أمها، والحساب فيه مبلغ من المال. أمها كانت محوشاه وشايلاه على جنب علشان المستقبل، بس المبلغ مش هيكفي كل متطلبات العملية والسفر. فتواصلت مع أخوالها وطلبت منهم إنهم يكملوا لها المبلغ علشان تروح وتعالج والدها، وبالفعل إخوالها جمعوا لها المبلغ والمبلغ كمل معاها. فراحت لإخوانها الأولاد وقالت لهم يا إخواني أنا كملت المبلغ ومش عايزة منكم أي فلوس، أنا بس عاوزة واحد منكم يسافر معايا علشان يشيل ويحط معايا أبوه ويتكلم مع الرجالة لأني أكيد أنا مش هعرف. قالوا لها إحنا مش فاضيين، اللي متجوز واللي خاطب واللي متوظف إحنا مش فاضيين لأبوكي ولا مسؤولين عنه، ومن الآخر كده ما تزعجناش تاني. اضطرت انها تتصل على ابن عمها وطلبت منه انه يسافر معاها علشان يشيل ويرفع معاها والدها. فابن عمها وافق انه يروح يسافر معاها، وواحد كمان من جيرانهم عرض عليهم انه يسافر معاهم، وبالفعل سافروا وراحوا على الهند وعملوا العملية لوالدها. العملية كانت خطيرة ونسبة النجاح كانت 30%، بس والدها عمل العملية وربنا أراد إن العملية تنجح ويقوم بالسلامة. صحيح إنه بيمشي على عكازات بس قدر إنه يقوم ويقضي حاجته ويخدم نفسه وتحسن بالعلاج الطبيعي، وفضلت البنت معاه لحد وقتنا هذا. رفضت إنها تتجوز أو إنها تكمل دراستها علشان بس تتفرغ لخدمة والدها، وهو اللي كان بيكره البنات وما كانش عاوزها ورماها زمان عند المسجد. هي اللي نفعته وما فرطتش فيه، والأولاد اللي كان هيموت عليهم مفيش حد فيهم فكر فيه ولا سأل عنه. ولحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.